المحاضرة رقم 329 في كورس السي شارب. احنا في الجزء الخاص بالداتابيز، ودي تعتبر محاضرة رقم 29 في الداتابيز ان سي شارب، وهنتكلم فيها عن البوتون اللي اسمه فايند في المشروع الموظفين اللي اتكلمنا عليه. اللي المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اد، والمرة اللي قبلها اتكلمنا عن البوتون نيو، والمرة اللي قبلها اتكلمنا ازاي نحول السامبل داتا ل XML فايل. المرة ال XML فايل ريد اند رايت، يعني نقرا من ملف ونكتب في ملف XML، هي دي. والمرة اللي قبلها، اما المرة اللي رقم 300 اللي هي رقم 24 كنا عملنا الانترفيس والبانل والبوتون وكده. بعد كده كان 323 النسخة الوين فورم بسيطة نواة المشروع، اما النسخة 322 كانت النسخة الايه الكونسول ابلكيشن. هنبدأ نخش في المشروع دلوقتي. ادي المشروع، ادي البوتون اللي اسمه فايند. ايه الفكرة ببساطة شديدة ان احنا لو قلنا عايزين ندور على حاجة موجودة هنا ايا كانت، يعني عن ريكورد مثلا رقم 15 ده، فنقول له فايند مثلا، نقول له 15 يقول لي دخل اقول له 15 فيقوم جايب لي على طول 15 هنا، كل الحاجات موجودة تظهر لي هنا في التكست بوكس دول. طب لو قلت له فايند تاني لمثلا 5، يقوم جايب لي كل الحاجات الخاصة ب5 هنا. دي كانت الإصدار الأولاني من فايند. فزي ما اتعودنا ان احنا بنمشي بنمشي في الحاجات دي جزء او خطوة خطوة يعني. طب تعال نشوف فايند بقى بتعمل ايه، جات ازاي يعني. فايند اول حاجة في اول مرة بنستخدم الانبوت بوكس، ودي السنتكس بتاعته string id، هستقبل نتيجة في string interaction dot input box. بس لازم نعرف اول مرة هنستخدم الانبوت بوكس، والانبوت بوكس نقول له enter employee number، وده تايتل بيظهر يعني. وبعد كده بيظهر زي احنا شفنا كده لما نعمل ران كده اهو. ده انبوت بوكس هنستخدمه كتير، انبوت بوكس كده، فيظهر لي ان انتر نمبر اوف امبلوي اللي ببحث عنه، انتر نمبر اوف امبلوي، واكتب بقى مثلا رقم كذا وكده يعني. طب لو انا قلت له مثلا رقم 5 وقلت له كانسل مش هيعمل حاجة بقى، هيقف يعني، مش هيقول اي حاجة يعني. لكن لو قلت له تاني فايند مثلا 5 وقلت له اوكي في حالة اوكي بس، هو هيروح يجيب 5 يجيبولي هنا. فنرجع تاني هنا. الانبوت بوكس ده يا جماعة احنا جايبينه من مكتبة. لو انا وقفت كده اهو عليه من الكلاس اللي اسمه مايكروسوفت فيجوال بيزك انتراكشن. ازاي الكلاس ده جبته ازاي؟ اهو استخدمته فوق خالص، يعني من غير الكلاس ده بتاع ان انا استخدم الكلاس ده مش هيشتغل. هو مايكروسوفت دوت فيجوال بيزك، وده هعمل عادي اضيف ريفرنس، هلاقيه من ضمن الريفرنس اللي موجود. اد ريفرنس، هلاقي المايكروسوفت فيجوال بيزك موجود من ضمن الريفرنس. ضفته من الريفرنس زي ما اتعودنا قبل كده، وعرفنا ازاي بنضيف اد ريفرنس. بعد كده نرجع تاني للزرار اللي هو فايند، نشوف بعد ما عملت انبوت بوكس واستقبلت الناتج بتاعه. طبعا واحد كان ممكن يعمل الانبوت بوكس ده بايديه، اللي هي فورم تطلع يظهر رقم ياخده في تكست بوكس، يعني يعمل كاستم انبوت بوكس يعني. كل دي حاجات بسيطة. لما هناخد الجزء الخاص بتاع الاوبجكت اورينتد بروجرامينج الخاص بالويندوز فورم هنقدر نعمل الحاجات دي، هنكاستمايز حاجات خاصة بينا يعني. لكن احنا بما ان الحاجات دي متاحة ان انا اقدر اجيبها واستخدم امكانيات موجوده في الفيجوال بيزك، خلاص خدت الانبوت دي من هناك، جات لي هنا، بدات استخدم المكتبه دي. الاي دي بيرجع القيمه اللي انا بحطها. الاي دي بيعمل الاي دي ده ترم من الناحيتين لو في مسافات، لو حد ساب مسافه او غيره. اذا لو نوت نال بقى هينفذ الكلام ده. لو نوت نال يعني لو مش فاضي، يعني مش سايب الشخص الحاجه دي فاضيه، هيبدا يعمل ايه؟ كرييت كلاس او اوبجكت من الكلاس اللي اسمه داتا رو، اقول له رو داتا رو فايند اي دي، هيدور على الاي دي ده ويجيب الاي دي. خلاص كده جابه. برضك اسال ايه في الرو بقى، طالما الرو ده نوت نال هو كمان، يعني لقاه فعلا. اذا كان نال هيقول له، هيطلع مسج بوكس هيقول لي ريكورد نوت فاوند. اذا كانت نوت نال بقى هيعمل ايه؟ هيجيبه في التكست. تكست 1 هيحط الرقم، وتكست 2 هيحط النيم، وتكست 3 هيحط الادرس، وتكست 4 هيحط السالري. بالطريقه دي مهم جدا ان انا هجيبه ازاي من الرو. هقول له رو كذا رو كذا رو كذا. الكلام ده سبق طبعا وخدناه قبل كده. فانا خلاص بجيب الرو ده منين؟
من داتا تيبل، بتعامل معاه على طول، لان الفكره ببساطه ان السيرش بيبقى على الداتا تيبل فبيرجع رو، خلاص بتعامل مع الرو بقى ده خلاص كرو، فبتعامل معاه بطريقه الرو، فبقول له رو كذا، الرو ده بيبقى كذا، الاسماء بنفس الاسماء بتاعه الكولومز اللي معموله، دوت سترينج احطه هنا، وده الرو كذا كلهم دوت سترينج يعني، فبحطهم هنا عشان كله ده بيشيل سترينج، مع اني كان ممكن، طب انا لو شلت دي كده اهو وشلت دي هيدي ايرور، مع ان هو اساسا ده سترينج، بس خلاص احنا تجنبا للايرورز ده، مع ان هو سترينج هو مش عارف جواه ايه، فخلاص احنا كله تو سترينج على اساس يبقى النوعيه دي هي زي النوعيه، لان النوعيه دي اوبجكت، هي دي المشكله، يعني ده يعتبر ده اوبجكت من الكلاس ده، يعني ده كلاس كذا ده اوبجكت، يعني فاوبجكت وده بردك اوبجكت، بس لازم ان انا اخلي نوعيه الداتا واحده. يبقى كده احنا عرفنا فايند بتعمل ايه ببساطة، هو ده اللي ضفناه على الجزء، كان سبق طبعا واتكلمنا على جزء البوتون اللي قبليه والبوتون اللي قبليهم. بكده يبقى احنا خلصنا فايند ببساطة. بعد كده هنعمل دي الفيرجن الاولى من فايند، هنطور فيها بعد كده. احب افكرك احنا خدنا ايه في الكورس، من اول ما بدأنا خدنا سي شارب فاندامنتال اوبجكت اورينتد بروجرامينج، SQL سيرفر، خدنا database analysis and design فول كورس، خدنا ويندوز فورم، ده التراك بتاع السي شارب، قلنا بتاع الديسكتوب ابلكيشن، بدأنا نخش في ليفل 1 اللي هي الداتابيس كورس ان سي شارب، اللي هو يعتبر الادو واللينكو والانتيتي فريم ورك، كل دول هنخش فيهم كلهم كداتابيز كليفل معين، هنشرحهم بالاساسيات بتاعتهم، بعد كده هناخد جزء خاص بالمشاريع. طبعا كل كورس من المتعلم عليه بالازرق دول خلصوا، عدد الساعات وعدد الملفات، ده كان 15 ساعة، ده كان 70 ملف، ده 9 ساعات، ده 40 ملف، ده 8 ساعات، ده 45 ملف، ده 35 ساعة 143 ملف، ده كان 2.7 أو 2.5 تقريبا، وكان 7 ملفات، وفي ملف مجمع لكل ال7 ملفات، وده كورس مهم جدا يا ريت تسمعه، ملوش علاقة بأي حاجة خالص، ويستحسن يتسمع، طبعا احنا خدناه قبل ال SQL، أو يعني لازم احنا نسمعه قبل ما نخش على ال SQL. اذا احنا خدنا 5 كورسات، واحنا شغالين في الكورس السادس تقريبا، احنا قطعنا فيه بتاع 4 ساعات او 5 ساعات شرح متصل. يجب عليك ان انت تراجع الكورسات دي وتعمل ملخص سريع عنها. الكورسات اللي فاتت دي كلها كانت 70 ساعة 300 ملف، عشان كده احنا طبعا ممكن في اي لحظة ما نكملش، فعشان كده بنطلب منك ان انت تدعمنا لنستمر. طب تدعمنا ازاي؟ تشترك في القناة، تعمل لايك، تعمل شير، تكتب تعليق. طبعا انت لما هتشير الفيديو ده، ناس كتير عندك في سواء على الفيسبوك او في قناتك او في مدونتك او في البروفايل بتاعك في الفيسبوك، دي بتبقى انت بتقدم خدمة كتير للطلبة اللي ممكن او الناس اللي عايزة تتعلم تخش في مجال مركز، لان احنا هنركز قوي جد يعني في التراك اللي مرسوم قدامنا ده، نخلصه خالص ونبقى بروفيشنال. يعني هدفنا ان احنا نبقى بروفيشنال في حاجة، بروفيشنال، مش ناخد من كل جزء حتة ونسيب، لا احنا هنبقى بروفيشنال ان شاء الله. فهنشرح تراك، نحاول نعمل حاجات فوق كمان البروفيشنال، بس مش هنشتت نفسنا في 100 حاجة. عشان كده رجاء الدعم لينا المستمر. وبعدين بدأنا نخش في المحاضرات اللي هي الخاصة بالكورس اللي احنا فيه ده. كانت المحاضرة رقم 301، لان احنا قلنا فيه 300 ملف، كانت عن الداتا كولوم، وطبعا الداتا تيبل والداتا كولوم بردك تاني المحاضرة بعديها. وبعدين دخلنا في الداتا رو اللي احنا كنا بنتكلم في فايند، قد ايه استخدمناها، ان في بعض العناصر زي فايند بريتيرن داتا رو. فطبعا كل مرة بنعمق فهمنا للمفاهيم اللي احنا بنتكلم فيها دي. فده كان الملف 303. 304 اتكلمنا عن export data table to XML file. بعد كده اتكلمنا عن read XML file to data table class. بعد كده اتكلمنا
عن read XML فايل export to XLS فايل، يعني اخد ال XML واوديه للاكسل. وكتير في الملفات اللي فاتت اتكلمنا عن علاقة الاكسل بالاكس ام ال، حتى ان الاكسل نفسه بيسجل ملفات بطريقتين، لا اما اكس ام ال فورماتد يعني ليه تنسيق وكده، لا اما اكس ام ال داتا بس. وطبعا لاحظنا ان احنا لما نيجي نكتب ممكن نخلي لاي عميل بنتعامل معاه يشغل الداتا بتاعته اكس ام ال فورماتد، واحنا نسيبه على انه يكتب هو اكسل عادي جدا بتنسيقه العادي، ونسجله احنا على انه اكس ام ال داتا. او ممكن يسجل في ملفه اكس ام ال عادي جدا فورماتد، واحنا نسجله على انه اكس ام ال داتا. الحته دي احنا اتكلمنا فيها في الملفات السابقه. انا بس بحاول افتح واعمل ريفريش لكل المواضيع واجمعها في المقدمات دي، فهي لا تقل اهميه عن الشرح يعني. وفي نفس الوقت بتعرفك الكونتنتس بدل ما تخش تدور وتتوه في المحاضرات يعني. ولذلك انا قاصد ان كل مره اسجلها من اول وجديد او باسلوب مختلف حسب ما بيجي في دماغي وانا بتكلم يعني. خدنا الداتا سيت بقى اللي هي عباره عن اكتر من جدول موجودين في الميموري، في ريليشن فيهم، وكل جدول ليه برايمري كي وفي علاقات بينهم. شرحناها في مثال واخدينه من موقع مايكروسوفت. شرحنا المثال ده في 2 بارت. بعد كده في جود اكزامبل برضك محترم جدا بقى، في ريليشن بين جداول وكالكوليشنز وحاجات كتير جدا، حاجه محترمه يعني. خدنا المثال ده شرحناه في جزئين، كونسول ابلكيشن، وبعدين شرحناه في جزء واحد حولناه لويندوز فورم وشرحناه. بعد كده 312 اتكلمنا فيه عن التعديل وحذف البيانات، الايديت اور ديليت من C# وقاعدة البيانات. بعد كده اتكلمنا في 313 عملنا فوكس اكتر على المفتاح الرئيسي، انه ممكن يكون اكتر من اللي هو البرايمري كي، ممكن يكون اكتر من حقل، وتأثيره على عملية الحذف والبحث. بعد كده عملنا اتكلمنا في C# اد ودوت نت، اتكلمنا عن الفورين كي واتكلمنا على اكتر من صياغة ليه. بعد كده اتكلمنا عن الكونسترين، حقل او اكتر C# وقاعدة البيانات. بعد كده اتكلمنا عن سوري نرجع تاني الحتة دي، اتكلمنا عن اليونيك كونسترين، اذا كان في حقل واحد ما يتكررش او اكتر، وتأثيره على الداتا تيبل. بعد كده بدأنا نتكلم عن الفيل داتا جريد فيو من الداتا تيبل، يعني نملى الداتا تيبل، نملى الداتا جريد فيو من الداتا تيبل. وكلمنا فيها كتير عشان نشوف الربط بيتم ازاي. بعد كده اتكلمنا عن الكومبو بوكس، وبعد كده اتكلمنا عن الليست بوكس، بعد كده التشارتس الرسم البياني. وبعد كده خدنا بقى التطبيق المشروع الاولاني اللي احنا بنتكلم فيه ده وبنشرحه حتة حتة دلوقتي. لو عندك اي سؤال اكتبه تحت الفيديو. اشكركم، سلام.